النهارده هنعمل كرات اللحم السويديه بتاعت ايكيا المشهوره جدا اللي كلكم بتحبوها بخطوات بسيطه وسهله. واهم خطوه اول خطوه، معانا نص كوبايه كريمه طبخ ومعلقتين كبار مليانين بقسماط مطحونه. هنحطهم على بعض ونقلب كويس. وهسيبها على جنب. وهنا معانا كيلو لحمه مفرومه، هنحط عليه نص معلقه ملح، نص معلقه توم باودر، نص معلقه بصل باودر، فلفل مطحون اسود، ونص معلقه سبع بهارات اختياريه. اللي مش عايز بهارات كتير فيها ممكن ما يحطهاش، او نحط بس ربع معلقه. ودي عصير ميه بصل ابيض مفروم كويس جدا وبعصره اخد الميه بتاعته. انا بحطش فيها بصل، انا بكتفي بالميه بتاعت البصل. وهنعجنهم كويس جدا. ده طبق البقسماط اللي انا عملته مع كريمه الطبخ. دلوقتي هحطه على اللحمه المفرومه. وهبدا اعجنها كويس. وكده بقت جاهزه عندنا. دلوقتي ده شكلها بعد ما عجناها كويس جدا. هنقسمها كور صغيره. سويدش ميت بول، ما بتبقاش كبيره، تبقى حجم صغير للمتوسط. الحجم ده مثلا اهو. وكده جاهزه. بنحمرها في شويه زيت على درجه حراره متوسطه. الميت بول عندي اهي، حطيتها في الفريزر حوالي 10 دقايق على ما عملت رز. ودلوقتي هبدا احمرها في زيت سخن. هنبدا نحمر الميت بول. الزيت لازم يكون سخن، بس مش سخن جدا عشان الميت بول ما تنزلش تتحرق وتتحمر وتبقى من جوه مش مستويه. نبقى سايبين مسافه واحنا بنحمرها عشان اقدر اقلبها كويس وانا بحمرها. وده بعد ما الرز خلص بنقدمها مع الرز والصوص بره زي ايكيا بالظبط. طعمها طبعا احلى من بتاعت ايكيا. ودي طريقه تانية، نحطها في الصوص على طول مع شويه رز اللي احنا عملناه او اي رز ابيض جنبها. دلوقتي هنعمل معانا الصوص اللي هو صوص الجريفي. نحط شويه زيت على النار صغيرين بس عشان الزبده ما تتحرقش. معلقتين زبده كبار. حطينا عليهم معلقتين دقيق ونقلب كويس جدا بس الدقيق يغير لونه. دلوقتي ننزل عليهم بمكعب مرقه لحم عشان تدي لون غامق. بدوبها في نص كوبايه واحطها عليه. ده اوبشن لو موجود. صوص الديمجلاس ده بيبقى رائع مع اللحوم. نحط معلقتين في كوبايه ميه سخنه وهنزوده عليه برده. ده صوص الديمجلاس نزوده عليها. نحط عليه معلقه صويا صوص ونقلب. شوفوا قوامه بقى عامل ازاي. كده بقى جاهز عندنا. ودلوقتي هنزود شويه كريمه طبخ لو موجوده عندنا، لو مش موجوده ممكن نحط نص كوبايه حليب. اوكي. ونقلب كويس واحنا بنعمله علشان ما يعملش كتل مننا. لو حد كتل معاه ممكن يعمله بالهاند بلندر، هيبقى قوامه كريمي وتحفه. خلي بالكم قبل ما تعملوها لانها هتبقى ادمان. كل الاولاد بيحبوها جدا وبيطلبوها مني كل اسبوع. شوفوا الصوص تحفه يا جماعه، لازم تجربوها.